هو فعلًا أنا هاستقر لمّا أتجوّز؟ طيب عشان نجاوب على السؤال ده إحنا محتاجين نسأل كام سؤال كده قبليه ونجاوب عليهم عشان نجاوب الإجابة الصح. هو أنت إيه أولًا مفهوم الاستقرار بالنسبة لك؟ تاني حاجة أنت بتعرف توصل للاستقرار ده لوحدك من غير ما يكون في حد في حياتك والّا أنت دايمًا بتخرج عشان يبقى موجود معاك حد في حياتك عشان تبقى مستقر؟ تعالَ نبقى نجاوب أول سؤال، الاستقرار، إيه هو الاستقرار؟ بُص الاستقرار هو عامةً إن أنا تبقى واصل لمرحلة من الهدوء والسلام النفسي وأنا قاعد لوحدي. طب حلو ده بييجي إزاي؟ ده بييجي عن طريق إن أنا بالبّي احتياجاتي أنا أصلًا الداخلية لوحدي. عايز أخرج، باخرج لوحدي ما باستناش حد، عايز أمارس رياضة، بامارس هواية، بادرس عشان أحسّن مستوايا العلمي، باحاول أترقّى في أكتر من زاوية، باركّز على ال8 أجزاء بتوع الحياة أو عجلة الحياة بتاعتي، اللي هي بتتكوّن من الجزء الديني، العقلي، النفسي والصحّي، وكمان الجزء الأسري والاجتماعي والمالي والمهني. أنا عامل إيه في ال8 أجزاء دول؟ هل أنا مدّي مساحات فيها والّا أنا مركّز على حتّة بس وسايب الباقي؟ فطبعًا هيأثّر على نفسيتي وهيأثّر على استقراري. فأنا محتاج أكون واخد بالي من الجزء ده، plus طبعًا إن أنا واحد ما يكونش عندي اضطرابات نفسية، غير إن أنا واحد كمان محتاج أكون باعرف أتكيّف مع الظروف، آآ أكون حد باعرف أتحكّم في انفعالاتي. الfactors دي كلّها والعوامل دي كلّها بتأثّر في مدى استقراري النفسي، فأنا لو ضابطهم أنا كده هابقى أكون مستقر لوحدي، ولو بامارسهم بشكل مستمر وعامل لهم plan في حياتي هيزوّد معدلات استقراري لوحدي. طيب أنا دلوقتي عرفت إزاي أكون مستقر لوحدي وإزاي أكون باستمرار عارف أوصل لمراحل ومعدلات الاستقرار كويسة وأنا مع نفسي. نرجع بقى للسؤال الأولاني خالص، أنا دلوقتي بقيت مستقر مع نفسي، هل أنا دلوقتي بقيت جاهز ومستقر ولمّا أروح للجواز هاكون مستقر أكتر؟ الإجابة هنا برضه مش أكيد ومش لأ، فالموضوع هنا متوقف برضه على أنت ومهارة اختيارك، لإن الاختيار هنا برضه مهارة. فأنت دلوقتي ممكن تشوف حد يعجبك وستايله حلو ولذيذ وعنده الحتّة الemotion الحلوة، فأنت اتبسطت فاتسرّعت واتجوّزت، من غير بقى ما تركّز بقى على الcore والأساس والمضمون بتاع الشخص اللي قدّامك ده. فهنا برضه أنت وقعت في مشكلة وبرضه ما بقيتش مبسوط في الجواز، وهنا ممكن كمان استقرارك يبوظ. طب حلو أوي، نعمل إيه؟ أنت دلوقتي محتاج تعرف نَفْسك وتقيّم نَفْسك وتحدد لنفسك دلوقتي أنا إيه الحاجات اللي بتخلّيني مستقر مع نفسي لوحدي، أهدافي إيه، إيه الطباع اللي أنا بابقى مبسوط بيها وأنا مع نفسي، إيه الحاجات اللي باحبها وباحب أعملها باستمرار، وبعد كده أشوف أنا عايز إيه في الطباع اللي قدّامي، عايز إيه اللي يشبهني، وأشوف مين اللي ممكن يكون متناسب مع الطباع دي ومتناسب مع الأهداف والقيم بتاعتي، تمام؟ وخلّينا نقول إن إحنا هنا مش بندوّر على حد يتطابق معاك، أنت بتشوف حد يتناسب معاك عشان ما تحبكهاش برضه، ولمّا تلاقي ده صدّقني في الآخر الموضوع هيبقى بالنسبة لك هيحقق فكرة السكن كمان والاستقرار اللي أنت ممكن تكون متخيلها في فكرة الجواز.